واش بصح كاع الناس اللي كنتلاقاو معاهم ناس حقيقيين؟ واش بصح كاع الناس اللي كنسلموا عليهم ناس حقيقيين؟ هادشي اللي غادي نعرفوه من هذا الفيديو هذا. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب اليوم جينا لكم عاودت واحد القصة سخونة، غير هو هاد القصة هادي اللي غنعاودو لكم اليوم. مولاها عاودها لينا وقال لنا ودي راه ما نقدرش انا نهضر، دوزي هاد القصة في القناة عندك وغادي نهضر دابا بحال الا هو اللي كيعاود. انا هادشي اللي وقع ليا كان السبب في الصمت ديالي مدة سنة، ما كندويش غير كنبتسم وكندوي بالاشارة، وانا متبع حصص عند طبيب نفساني من بعد ما وقعت لي هاد الصدمة. وإلا كذبت عليكم ربي حسبني. عمري 38 سنة، شيفور ديال الطاكسي بيض، ودابا اب لي بنت وليد. هادشي اللي غنعاود لكم وقع ليا في الطاوية في طريق دمنات. دابا واحد 5 سنين هادي غادي بوحدي في الطاكسي، لقيت مع واحد العائلة دا المحطة النهائية ديال ولاد زيان. طلبوني ورغبوني نوصلهم في الوقت اللي انا راجع في حالي للدار. بانوا لي ناس معقولين وكانوا مزروبين، والكيران ديك الساعات كاملين دايرين اضراب. راه الناس تاع ولاد الدرب كبير وعين برجا غادي يعرفوا هادشي مزيان. علينا تفاهمت معاهم على الخلاص، طلعوا شدينا الطريق كاملين مع ديك 9 ديال الليل غادي، وكندوي مع الاب ديالهم بارك حدايا والمدام ديالو جالسه اللور هي وبناتو. الطريق كامل وانا شاد معاه القشابه وكندوي معاه وندوز معاه الساعه. واحد الوقيته وصلنا لواحد دوار سميتو دوار ولاد صالح. قال لي السيد وقف هنا الله يرحم ليك الوالدين، عطي واحد الامانه للوالد ديالي راه كيسكن هنا الزربه واحد ساعه نرجع. انا على نيتي قالت لي خذ راحتك غير ما تعطلش. صافي بقيت مع مرتو وبناتو في الطاكسي. زدت شويه في الراديو كنسمع القران، مره كنضرب على المرايه ديال الوسط كنشوف شكون اللي جاي من ورايا، وكنشوف مرتو وبناتو بنص عين ساقلين من بعد ما كانوا ناشطين ومحيح باش كنباهم. وهي قلت لهم الوالد ديالو عايش هنا بوحدو ولا مع خوتو؟ جاوبونيش. قصت الراديو وعاودت نفس السؤال، لا واش الوالد ديالو عايش غير بوحدو هنا؟ ولكن هاد المره لفت لعندهم ما جاوبونيش، ولقيتهم كيشوفوا فيا كاملين واحد الشوفه ماضيه، وانا ندير واحد الضحكه صفراء حيت ما فهمت والو. صافي وانا جبت قرعه ديال الماء وانا نبدا نشرب، وهي تقول لي بنتهم بابا ما غاديش يرجع غير كذب عليك. ثيقوا بيا فاش سمعتها والطريقه باش قالتها بديك الثقه وهي الصغيره فيهم اللي زاد خوفني وهو كلشي بقى ساكت. يا كيفاش علاش كنضحك ديك الضحكه تاني باش شفت في المرايه ديال الوسط عاوتاني كتبان لي البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه والكبيره على اليسار، والام ولات على اليمين وكتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه. صافي تما بديت كنتخربق وخدم ليا راسي. انا مروم الطاكسي للبيست وحاضي الظلام والخلا والقفار، بديت كندير راسي كنغني بشويه بحال ما مسوقش اليوم. تيجي باباهم ما بقيتش قادر نشوف ورايا بكل صراحه. شويه شفت المكان لقيت السيد تعطل بزاف. يلا غادي ننزل نشوف واش جا ولا لا. سيت بشي واحد كينغزني من الدار ديالي. فاش تلفت وهي تدفع عليا ديك السيده في وجهي تغوط على الجات تقول سير عطينا باتساع اشنو بغيتي عندنا عجبك الحال دابا. وانا ديك الساعات ما بقيتش كنشوف. مسين تانية بحال هكا وجاتني بحال الدوخه. فاش رجعت للوعي ديالي حليت الباب بالجهد باش نجرهم كاملين نخرجهم ونهرب بحالي. باش حليت الباب ما لقيت حتى واحد وربي شاهد. لا هاد الهضره اللي كانوا فشلت وطحت على ركابيه وكنبكي. ديماريت الطاكسي تلفت على طريق غير بغيت نهرب وصافي ونبعد وغادي بواحد السرعه خياليه. دابان لي الطريق وشديتها وبقيت غادي واخا ما عرفتش الطريق اصلا. انا تلفان وما بانت لي حتى بلاك. شويه كيبان لي واحد الباراج وانا نفرح شويه. عاودت ليهم وسولتهم فين انا دابا. قالوا لي انت في الجواله. المهم قالوا لي ما تخاف والو. وانا ديك الساعات عشاكم سروالي بلت فيه في الخلاع وراجعوا ما كنشوفش المرايه ديالو ومخدم الراديو على الجهاد باش نتلف وما باقيش نفكر في هذاك المواقف. وصلت لكازا دخلت وكنقول الحمد لله اللي وصلت. بلاصيت الطاكسي وسلمت على الاساس. قال لي مال حوايجك مقطعين. انا كاع ما شفتهم وما حسيتش بيهم. يمتى قلت ليه طال الصباح ونعاود ليك. قال لي ياك لاباس. هي تجيني البكيه تاني. يلا قال لي برك عاود لي شنو واقع. وانا نشوف هذيك العائله خوتي دايزه من الشارع وكيشيروا ليا بيديهم جيه. حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار ديال محمد الخامس ودايرين بيا امي وبا وخويا الكبير. من تما وانا مريض ومتبع عند طبيب نفساني. من بعد ما درت الرقيه وكل شيء اللي قال لي الناس كنديرو. المهم الاخوه عندكم شي حاجه باش تعاونوا ولا باش تفيدوه ما تبخلوش علينا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم. هذه قصه مول الطاكسي. تحياتي لكم الى قصه جديده ان شاء الله. حياكم الله.